السلام عليكم. والله يا جماعة، أنا ملاحظ إن الناس بتشمت في بعضيها جامد يا جدعان. يا إخوانا يا حبايبنا، ما حدش يشمت في حد. ما حدش يشمت في حد. ما حدش مثلا آه ابنه لسه ما اتجوزش فتشمته، وبنته لسه ما اتجوزتش، الناس ظروفها على قدها. وبعدين حاجة غريبة جدا احنا بنعملها. أنا ملاحظ إن الحق ما بتاخدش غير من ضعيف. اه والله، يعني انت لو مليان واحد اللي عندك 100 حق هتاخد بالجزمة. اللي هو اللي ليه 100 حق غلبان ده. آه، الناس تيجي على الغلبان لما تشوف واحد مثلا في الشارع، لو لقى واحد جسمه جامد وبتاع وراح ظرفه على قفاه، تلاقي التاني بيبص له، التاني بيعمل كده يعني بيساله. لكن تخيل انت بيعمل كده فيك واحد غلبان، انت مش هيلحق، هو يعني مش هيلحق يسال ولا ده، هو بجزمه هيديله. انتوا فاهمين؟ في امور كتير بنلاقي مثلا، ودي برضه جزء منها تربيه يا جماعه. بنلاقي بناتنا مثلا لابسه كويس، وبيقعدوا يقلسوا على الناس، البنات اللي مش لاقيه لبس. انت ما بتلبسيش، انت ما بتعمليش. تلاقي البنت انت ماشيه وهي ماشيه مثلا عايزه تشتم بنت، تروح راميه الكلمه. ولو البنت اللي لها حق رايحه تكلمها تقول لها انا وانا بشتمك انت. ايه ايه يا جدعان ده؟ ايه اللي بيحصل؟ شماته وقله ادب وسفاله ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ المشكله ان بيحصل كده في بلاد المسلمين الا ما رحم ربي. هو ده اللي واجع الواحد، ان احنا المفروض الناس اللي عندنا اخلاق. يعني مثلا زمان والله، وبنتي صغيره في ال مثلا كانت في الكي جي 1 والكي جي 2. انا مامتها هتديها حاجه زمايلها مش بيجيبوها، او لها اديها بالزياده عشان ما حدش يبقى حزين ان هو ما كلش مثلا زيها. حطي موستين، حطي تفاحتين. هتجيب حاجه حلوه اقول لها زودي الحاجه الحلوه للبنت وهي رايحه. ليه؟ عشان لو زميلها يا عيني شاف اللي ما مثلا، في ناس ظروفها على قدها زي حالتنا، وفي ناس معدمه. يعني لو بتدي العيله سندوتش فول ولا طعميه ولا جبنه وهو رايح الحضانه، بيبقى كتر خير الدنيا. فيا ريت تعملوا ده مع عيالكم. يعني الناس اللي هي على قدها، يعني معلش حضرتك لو جبت البنتين ب 2 جنيه مش هتفرق معاك يعني. وبعدين بنلاقي الناس غير الشماتة ان هم بيشمتوا ببعضيهم. يعني معلش انت بتشمت والله بص، في يوم كل حاجة بترجع لصاحبها. يعني هو ده اللي بنقوله لعيالنا وبناتنا وكل الناس كبار وصغيرين. في يوم هنرجع الى الله، هنبقى مربوطين في لفة كده وفينا قطناية كده عشان مفيش حاجة دم ولا حاجة وننزل القبر. تخيل ان انت كل بصيتها وحشة لواحد او شمت فيه، هترجع له. انا صاحب الحق اخدها منك. فليه؟ مش سيدنا النبي في معنى الحديث اللي قاله اتدرون من المفلس؟ قال من ليس له مالا ولا دينارا يا رسول الله. ها الرسول قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، انا بقول في معنى الحديث: من اكل مال هذا واختب هذا وسفك هذا كده. فمحدش يا جماعه الله يخليك ويشمت في حد، وخصوصا لما بيكون ناس اقل. بيبقى القهر جوه وحش قوي. بيبقى القهر جوه وحش قوي. مع السلامه.